عارف الإحساس بتاع إنك تصحى من النوم حاسس إن روحك تقيلة، حاسس إنك استنزفت كل طاقتك في التفكير. هو ليه فلان اتغير معايا؟ هي ليه فلانة خذلتني؟ وتفضل تعيد وتزيد في سيناريوهات وتجهز كلام وعتاب عشان لما تواجههم. طب وفي الآخر مفيش حاجة بتتغير وإنت اللي بتطلع خسران. خلينا نتكلم النهاردة بصراحة. فكرة إنك تضيع طاقتك ووقتك وصحتك النفسية في لوم حد عشان خيب ظنك أو اتغير معاك هي فكرة مرهقة على الفاضي. أيوة، على الفاضي. النهارده انا جاي اقول لك الحقيقه اللي ممكن تكون بتتهرب منها، الحقيقه اللي اول ما تواجهها حياتك كلها هتتغير. عايز بس كوبايه قهوتك وركز معايا في الكلمتين دول عشان هيفرقوا معاك جدا. اول فخ بنقع فيه لما حد بيجرحنا او يطنشنا هو اننا بنخلق لهم اعذار. بنقول لنفسنا اكيد ما كانش يقصد، اكيد مش واخد باله انه بيأذيني. اسمح لي اقول لك اننا بنضحك على نفسنا. مفيش حد فينا صغير، احنا كبار كفايه عشان نفهم تاثير افعالنا على اللي حوالينا. اللي بيضايقك بيبقى عارف كويس قوي انه بيضايقك، واللي بيطنشك بيبقى قاصد يطنشك وبكامل ارادته. لما حد يختار يتجاهل رسايلك او يقلل من زعلك او يخذلك في موقف كنت محتاجه فيه، ده مش سوء تفاهم، ده قرار هو خده. فكره انك تروح تعاتب شخص هو اصلا عارف هو عمل ايه، دي سذاجه مننا احنا. انت بتعاتب مين؟ بتعاتب واحد اختار بارادته الحره انه ما يكونش موجود عشانك. هنا بقى بنوصل للنقطه الاهم. القصه ما بقتش في ملعبهم خلاص، القصه كلها بقت في ملعبك انت. لما تلاقي حد بيتجاهلك او يستنزفك وتفضل انت قابل الوضع ده، من هنا اللي بيأذي مين؟ لما تفضل مستني الامان من نفس المكان ومن نفس الشخص اللي خذلك وجرحك كذا مرة، يبقى انت اللي بتأذي نفسك مش هم. العقل البشري غريب جدا، احيانا بندمن الوجع المألوف ونخاف من الراحة اللي منعرفهاش. بنخاف نقفل الصفحة عشان بنسأل نفسنا يا ترى هلاقي حد احسن؟ طب يا ترى هقدر اعيش من غيرهم؟ فبنختار نفضل في وضع مش بتاعنا، وضع بيقلل مننا بس عشان خايفين من الوحدة. يا صديقي، وحدتك وانت مرتاح البال اكرم مليون مرة من زحمة ناس بتخليك تشك في قيمتك كل يوم. طيب والحل؟ ازاي نخرج من الدايرة دي؟ تعالى، الحل بسيط جدا بس محتاج شجاعة. الحل ان الواحد فينا محتاج يتعلم يلقط الاشارات من اولها. الريد فلاجز او العلامات الحمراء ما بتظهرش فجأة، هي بتبقى موجودة من اول يوم، بس احنا اللي بنعمل نفسنا مش شايفينها عشان بنحبهم او متمسكين بيهم. عايز اقول لك يا صديقي ان التجاهل البسيط اشارة، الوعود اللي ما بتتنفذش اشارة، الاستخفاف بمشاعرك اشارة. لما تشوف العلامة ما تغمضش عينك، ما تقولش بكرة يتغير. شوف العلامة، افهم الدرس، اقفل الصفحة ونقي احسن المرة الجاية وخلاص. الحياة ابسط من اننا نعقدها في محاولات فاشلة لتغيير ناس مش عايزة تتغير. عارف ايه اكتر حاجة بتوجع؟ لما بنكبر ونبص ورانا ما بنندمش على الناس اللي مشيوا، لا، بنندم على الوقت اللي ضيعناه معاهم، بنندم على ليالي السهر والتفكير وحرقة الدم. العمر يا جماعة مفيش فيه بروفة، دي مش مسرحية هنعمل لها تجربة وبعدين نعيدها تاني على نظافة. انت بتعيش مرة واحدة بس. اليوم اللي بيعدي وانت زعلان ومقهور عشان حد ما قدركش، ده يوم اتخصم من سعادتك ومش هيرجع تاني ابدا. هتضيع عمرك في عتاب ناس عارفة هي بتعمل ايه كويس. عايز اقولك ان كلنا في الاخر بنشيل شيلة قراراتنا. ركز في الجملة دي، كلنا بنشيل شيلة قراراتنا، سواء القرارات اللي أخدناها بشجاعة أو حتى القرارات اللي خفنا أو كسلنا ناخدها. استمرارك في علاقة بتأذيك هو قرار، وسكوتك على حقك هو قرار، وهتتحمل نتيجته لوحدك قدام نفسك. عشان كده عايز أقولك الرسالة من الفيديو ده النهاردة ومن اللحظة دي، نفض تراب العتاب من على كتافك، وفر طاقتك لنفسك، لأحلامك، للناس اللي بجد شارياك وما بتخليكش تحتار في مكانتك عندهم. اقفل الصفحة المتقطعة وابدأ صفحة جديدة عنوانها أنا أستحق أفضل من كده. وبس كده يا صديقي، ده اللي أنا كنت عايز أقوله في حلقة النهاردة. وما تنساش تشاركه مع حد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده عشان يفوق شوية. وحاجة أخيرة، اكتب لي في التعليقات ايه أكتر علامة أو إشارة شفتها وتجاهلتها قبل كده واتعلمت منها ايه. فبس كده، لو انت أول مرة تنورني في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب عشان نتقابل في فيديو جديد. وبس كده، واشوفكم على خير وسلام.